اعملي لنا محتوى قصص رعب حقيقية، هتبقى ممتعة جدا. انا بحب اتابعك واسمعك. انا لما جيت نزلت الفيديو من شوية وقلت لكم ايه رأيكم في المحتوى بتاع الرعب ده، اكمل فيه ولا لا؟ لان انا حرفيا انا بيجيلي شوية حاجات، ده غير ان في ناس صحابي بيحكوا لي حاجات اقسم بالله صادمة، ده غير ان انا حصلت لي حاجات صادمة. اللي تسمعوه في الفيديو ده بقى صادم بكل ما تحتويه الكلمة. واحدة اعرفها نزلت تقابل واحد اول مرة، والله العظيم بتقول لي يا داليا، طول ما هو قاعد يا داليا عمال بيبرق. انا لقيته عمال بيبرق حرفيا. فهي في الاول افتكرت ان عنده مشكله في عينيه، بقى مشكله في حاجه. لان هو بيشتغل يعني مجال شغله اغلبيه الوقت بيقضيه على الكمبيوتر. فانتوا عارفين الناس دي بيبقى عندها حساسيه في عينيها، فهي طول الوقت تقول لي فجاه كده الاقيه فجاه برق لي كده. خصوصا لو بيسالني سؤال خاص بيا، الاقيه فجاه وانا بتكلم يعمل لي كده. اللي هو بتقولي حاساه بيشغل الابديت من مخه، يعني في حاجه غريبه. فبتقولي يا داليا فجاه كده واحنا قاعدين، يعني بدأ يقول لي انت مش لوحدك على فكرة. قالت له يعني ايه انا مش لوحدي؟ قال لها يعني انت بتبقى عايشة في معاكي ناس. فالبنت بكل براءة بتقول له طبيعي انا عايشة ومعايا اهلي واخواتي. قال لها لا، مش ده اللي انا قصدي عليه يا فلانة. انت مش لوحدك وعايشة معاكي ناس، افهمي بقى. فطبعا هنا البنت اتجننت اتهبلت، قالت له يعني ايه انا مش فاهمة حاجة. قال لها انت زهرية. قالت له ايه اللي انت بتقولي ده؟ انت ازاي تقول عليا كده؟ قال لها انت زهريه ولا زهريه، يعني كلمه كده. قالت له انت قصدك ايه بالكلمه دي؟ انت شكلها حاجه عيب ولا ايه؟ انت هتقولي كلام قبيح ولا ايه؟ قال لها لا، زهريه دي يعني انت دمك وردي. فطبعا هي بتقول هنا بدات احس ان هو بيلقح بحاجه قله ادب وفي سفاله هتحصل، فبدات احطه عند حده. لقيته بيقول لي ما تفهميش غلط، الزهريه يعني دمك وردي اللي هو الاقرب الى الجن، الناس بتحبه للقربان للجن والحاجات دي. فبدا بقى داخل معاه في سكه غريبه جدا. قالت له انت ايه اللي فتح الموضوع ده وانت عرفت منين؟ قال لها انا بعرف، وعينيكي انت في حد معاكي. فطبعا في الوقت ده البنت بتقول يا داليا انت عارفه انا في حاجات يعني عند اي حد بيخبيها على اي حد، ما بيتكلمش فيها. فانا فعلا من النوع اللي بحلم باحلام مش كويسه. وانا صغيره بصراحه ربنا يعني اتلبست، واهلي طلعوا الجن اللي عليا ده، بس كان موضوع وعدى، موضوع وقديم. وانا زي الفل وطبيعيه وعادي وبحب الناس وبتعايش عادي وكويسه، يعني زي اي حد في الدنيا، يعني مش حاسه ان عندي مشكله. لقيته هو جه صرح لي بالموضوع ده. فقلت له وانت عرفت منين بقى؟ قال لها انا عارف وبحس كويس قوي. فطبعا بتقول البنت خافت جدا منه، بقت مش عارفه فيه ايه. وهو بيتعامل عادي، ده غير ان البرقه بيبرق كتير قوي، وطول ما هو قاعد فاتح عينيه على الاخر. وتقول لي النني بتاعه جاحظ من النوع اللي يطلع ويدخل فيه حاجه غريبه جدا. فطبعا البنت يعني في الاخر اصلا يعني قطعت علاقتها بيه، ما بتتكلمش معاه، وهو بيحاول يتواصل معاها وبيحاول يبين لها ان هو عادي جدا، مع العلم ان هو اصلا بيشتغل في بوزيشن كويس جدا 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 و... وشكله عادي جدا جدا. بس لما عشته عرفت ان هو ليه في الجو ده، فموضوع مرعب جدا. فهي بتقول يا داليا لفت نظري ان انا لسه معايا حد، وانا حرفيا بدات بسببه بجسمي بحس احاسيس مرعبه جدا، جسمي بيقشعر كتير. وسالت شيخ، الشيخ قال لي عادي جدا ممكن يكون فيكي الموضوع ده فعلا، بس انت مش حاسه، لان مش شرط اللي عليكي يبقى مؤذي، ممكن يبقى عادي جدا مسالم. والشيخ قاله لها بقى يعني كارثه لكل اللي هيتفرجوا على الفيديو ده، ان بيقول ما فيش واحد اصلا، مفيش بني ادم مش معاه اصلا جن، كل الناس معاها جن، مسلم وجن مسيحي، وفي جن مؤذي وفي جن مش مؤذي. يعني ده اللي انا مرعوبه منه اساسا، ولا خوفني من كلامها اساسا. انتوا ايه تعليقكم على موضوع زي ده؟ استر يا رب. ايه تعليقكم بجد؟